فاكرين موسم رمضان 2016؟ في الموسم ده شفنا مسلسلات قوية، شفنا عادل إمام وهو بيعيد تجربة البخيل وأنا في مأمون وشركاه، وكمان شفنا الدويتو المنتظر بين دنيا وإيمي في نيلي وشريهان. دراما الأكشن والجريمة في الوقت ده كانت في حالة انتعاش كبيرة، عندك مثلا يوسف الشريف في القيصر وطارق لطفي في شهادة ميلاد. جراند اوتيل كان هو الحصان الأسود في موسم دراما رمضان 2016. حاجات كتير ميزت جراند اوتيل وخلته واحد من أحسن المسلسلات اللي اتقدمت في تاريخ الدراما المصرية. المسلسل مأخوذ عن المسلسل الأسباني جراند اوتيل، ولكن معالجة المسلسل المصري كانت مختلفة والكتابة كان فيها مجهود عالي، ودي حاجة تحسب لتامر حبيب اللي قدر يرسم عالم جراند اوتيل بحرفية كبيرة زي دي ويصمم شخصيات العمل بشكل قريب للحقيقة. قصة مسلسلنا بتحكي عن جراند اوتيل، الفندق اللي بتحصل فيه جريمة قتل لواحدة شغالة في الفندق، ومن هنا بتتوالى أحداث المسلسل. ومع مرور الأحداث بنشوف جرعة كبيرة من التشويق والإثارة. من الحاجات اللي ميزت المسلسل ده وخلته يحقق نسبة مشاهدة عالية هي الحقبة الزمنية اللي العمل كان بيدور فيها. المسلسل أحداثه بتدور في فترة الخمسينات، الفترة دي كانت من أحسن الفترات في تاريخ مصر. صناع المسلسل بذلوا مجهود كبير في تصميم الأزياء وشكل الممثلين عشان هيئتهم تكون متناسقة مع العصر اللي هما بيمثلوا فيه. جراند اوتيل ضم عدد كبير من الممثلين اللي قدروا يقدموا شخصيتهم في المسلسل بشكل قوي يجذب المشاهد، عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا. ولو اتكلمنا عن مين اللي ياخد أوسكار أحسن ممثل في جراند اوتيل، أكيد محمد ممدوح. في رأيي محمد ممدوح قدم أصعب شخصية في رمضان 2016، شخصية أمين المعاق ذهنيا. الأول لما تشوفه يصعب عليك، الشخصية دي كانت محتاجة ممثل كبير زي محمد ممدوح قادر إنه يقرأ لغة حركات الجسد بتاعتها ويحولها لصورة حية شفناها في المسلسل. شفنا كمان دويتو قوي بينه وبين عمرو يوسف. وانت بتشوف جراند اوتيل اكيد هتحب ثنائي علي ونظلي، رغم ان المسلسل تصنيفه جريمة وغموض الا ان المؤلف قرر انه يقدم لينا قصة حب من العيار التقيل بين عمرو يوسف وأمينة خليل. قصة حب علي ونظلي هترجعك للأفلام الرومانسية بتاعت الزمن الجميل اللي كلنا بنحبها. جانب الشر في المسلسل ظهر في شخصية ورد. لو حللنا شخصية ورد هنلاقيها شخصية لعبية واستغلالية. ورد استغلت حب أمين ليها وقررت إنها تلزق ابنها ليه لما خلته يتجوزها، وده طبعا بعد ما مراد خلي بيها، وفي النهاية بتموت ورد بطريقة بشعة. نقدر نقول إن دينا الشربيني قدرت تتفوق على نفسها في الدور ده، وقدرت توصل لينا ملامح الشر والغدر من نظرات عينيها المعبرة. مشهد ولادة ورد كان من أكتر المشاهد الصعبة اللي قدمتها دينا الشربيني، وانت بتتفرج عليها هتحس فعلا إنها واحدة بتولد في الحقيقة مش تمثيل. شخصية صديق رئيس الخدم كانت شخصية تجمع بين الفكاهة والجدية، ونقدر نقول إنها كانت هي العنصر الكوميدي في جراند أوتيل. قدر محمود البزاوي إنه يقدم أداء قوي في الشخصية. شخصية مراد اللي جسدها الفنان أحمد داوود كانت هي محراب الشر وحصاده في جراند أوتيل. مراد قتل ضحى وقتل ورد، ولو كان كمل في المسلسل كان هيقتل علي ونظلي. مشهد الأكشن الأخير بينه وبين عمرو يوسف كان من أحسن المشاهد في المسلسل، والأكشن في المشهد ده كان متصمم بحرفية عالية. مسلسلنا بينتهي نهاية سعيدة ونظلي بتكون مع علي أخيرا، وبنشوف كل أبطالنا وهما بياخدوا الصورة الأخيرة جنب الفندق، عشان بكده ينتهي واحد من أحسن مسلسلات رمضان 2016، مسلسل جراند أوتيل. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.